رزقنا نجاحا لا أدري من أين، لأن وجوهنا مو مال قراية. ابني بابا ما يصير تحكي بالامتحان. يعني ليش ما يصير احكي؟ شنو الأسئلة نايمة وخاف تفيز صدق كذب؟ هاي شنو؟ هاي شنو أستاذ؟ هاي أسئلة صعبة هاي لو بس حطوا إياها طلقة كان صار تهديد. ابني هاي الأسئلة أنا مطلعها من الكتب. لا مستحيل أستاذ، هاي جايبها من تركيا. اي والله شوف هاي أسئلة صعبة عليها قمرق هاي. زين شو السؤال الأخير هذا والله شو جاوب عليه أنا؟ مع تمنياتي لكم بالنجاح، يعني شو أكتب لك؟ رحم الله والديك. تفضل. أنت لو قاري ودارس ما تسوي هالشكل. فهمت لو لا؟ اكتب ابني، جاوب. هاي سعد السؤال الأول. شو السؤال الأول؟ أخابر عليه مغلق، وين أريد جواب؟ أعطيني جواب. ولك السؤال الأول تركته. ليش تركته؟ يعدي. سؤال ثاني. السؤال الثاني ما أعرفه. ما تعرفه؟ قل له ممكن نتعرف. غبي استاذ خلي سعد يقوم من يمي. ليش؟ استاذ ما يصير اثنين اغبياء بنفس المكان. اسكت ماشي سعد راح اطلع البراشيم وتلزم ظهري. فوت سالم. الله يسلمك العزيز. شيء باليه لو نقل هو هاي شنو؟ براشيم؟ لا هذا سعد بدي رقم، هذا من بدايه السنه يتحارش فيه، باكر انه اجيب اخواني عليك حقير. انت ما تستحي؟ مو عيب تبني مستقبلك بالغش؟ كان سمت غالي. لا انا ضد الغش، والله ضد الغش استاذ. ما دام بعدك ما كاتب شيء انا راح اعبرها اليك. الله يخليك. حيابا جاوب. جاوب. ان شاء الله راح اجاوب، والله راح اجاوب. الو بابا مو بالتليفون، جاوب بالدفتر. ان شاء الله جاوب ان شاء الله. ايش لا قلبي؟ ان شاء الله. باقي من الوقت دقيقتين، جاوب. ان شاء الله، بس انا جاوب دقيقتين. سيرجيو راموس انا انجح بالاخير. سعد قوم دفترك صار مجله، قوم اطلع ورد لي الاسئله على مود هاي السماعه اللي صرناها البارحه، خليها بذاني. يلا قوم بسرعه قوم، مو تعنسني. يلا حبوب يلا. استاذ خلصنا. يلا سعد يلا رد لي شنو يا اغنياء اطلب ولك؟ رد لي الاجوبه. عافيه ايوه يا من تحكي ومن يجي يحكي وياك؟ هذا ضميري جاي يأنبني يقول لي ليش ما تدرس؟ لا صح ضميرك. لا جوا راحاتي جوا. بس هاي ايش بيك؟ غير شلت راس الباتري؟ والله مو عيب. خلصنا من سالفة البراشيم، هنا بتجينا سالفة السماعات. العتب عليك، على اللي تاجر بيهن، على اللي يستوردهن، اللي يضحك عليك وعلى أمثالك من الأغبياء. الغش لا يقبل به القانون ولا الشرع. يلا جيب أوراقك وأنت اطلع برا. يلا اطلع برا أنت راسك. أستاذ كلامك على عيني وراسي. ايش اكو شغله اريد احكيها. ندمت؟ لا ما تندمت، بس اللي كان يرد لي بالسماعه هذا سعد كان قاعد هنا. والله خوف مو ارسب ببعضي. باقي من الوقت دقيقتين. شو هالفصحى هاي؟ خوش انا طيتك وما طبيت. يلا الله يساعدك العزيز. اخلا وسخلا شنو معمع بوجهك انا؟ شنو وسخلا؟ بس يلا اجنبي ما اعتب عليك. لا حبيبي انا مو اجنبي، بس هذا الكتاب جاي اتعلم به اللغه الانجليزيه. اخلا وسخلا. اخلا وكلبا. انا قلت وجهك مو مال انجليزي، وجهك مكيف. يا ستار حتى المكيف ارحم. المهم عندي سؤال، بايش ساعه طياره امريكا؟ والله ما ادري، انا اريد اروح للولايات المتحده الامريكيه. هذا الكتاب بيفشاير؟ ليش؟ أريد أفشر عليك بكل لغات العالم، يعني هي منافسة أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية. أخلا وسخلا. ها؟ يلا هذا السكن جاي يصيح راح تطلع الطيارة. يلا حضرات المسافرين الكرام على الرحلة المتجهة إلى نيويورك. الحمد لله على السلامة اخوان، وصلنا لأمريكا. أخلا وسخلا. حتى هنا وسخلا، والله يطيقوا لنا 100 عجلا. Please wait just a minute. Just a minute. اطبق على صفحة. مو قلت لك وجهك مو مال انجليزي انت. شلون يطق فيزا؟ مطق فيزا للسجن. يو Just wait with your friend. اطبق العزيز اطبق. شنو سويت تاك؟ اطبق. You can't enter to America.
لا بشرفك. شنو قال؟ والله ما ادري. ما لك علاقه، انا احكي وياه. بس لا تقول له اصلا وصقلا، والله يجيب لنا جت هنا ويوكلني. يو از هاف. هو شنو امتحان شفهي يطقطقنا عليه بسرعه. يو از هاف. لو انت ما تهاف. You are from the 7 countries that not allowed to enter to America. قعد. خلينا نحكي وياه. هاو ما عندك اعظام زايده. شنو هو؟ شنو جاي تنبح بالاقساط؟ نوبه كلها هو حط مياو عاو. And this. And disorders from Donald Trump. ما فهمت بس ذس. يعني شنو؟ ذس ولا كلمه، ذس ولا تحكايه بعد. What the bullshit you say? بلشيت يما هذا راح يبولشنا هذا. شو قصتكم دخيلكم؟ الزلمة عم بيقول انتم ممنوعين تدخلوا على امريكا، تعرفوا ليه؟ لانكم عراقيين، وانتم من الدول السبعة يلي منع ترامب تدخل على امريكا، والمدة 3 شهور. وامريكا شنو ما يترجلها ومسوي عده 3 اشهر ما تدخلنا؟ انت منين؟ خويا انا عراقي بس مسوي روحي لبناني حتى هذا يعبرني. ابو قيام الحبيب. طلع مدبلج العزيز. وش دعوه عليه رئيسكم؟ هاي بدايتها يشتغل، بالنهايه ايش راح يسوي؟ حبيبي احنا بالقوه بشرعان القلب يلا حصلنا على الفيزا، وثانيا انتم عشتوا تحجون بالانسانيه وحقوق الانسان واحنا ندافع عن العراق، سديتوا البيبان بوجوهنا من البدايه، ليش هيك؟ عيب عليكم ما تستحون. ما يستحون. اسمع اسمع. لو هسه كض ترامب شادفته بالطين. قلوا له قوم وياك والقعده بالصين. ها اخوتي ها. يلا مشوا للبيت. America. You understand? ايوه ظل يبطش علي، ظل يحكي ملون. يلا Enter to America. شو قل له؟ هذا مو لبناني، هذا حمص بطحينه. ممنوعين تدخلوا على امريكا، تعرفوا ليه؟ لانكم لبناني. هذا الحكي انا ما اقبل فيه وما راح اسكت. ما حافظ الشعر. اوقف. اسمع. اسمع. اتذكر. اسمع. طيب يلا. الو مولاي الامير، فدوة رحت اليك، شردني يلا بساع، دبرني تدبير، باليسرى صرنا طحين، باليمنى شو نصير؟ قعد يمه يا وهاب. لا تخف. ماذا دهائك؟ ماذا دهائك؟ شنو هاي فصحى مدعومه سياره؟ احكي عدل. انا زميلك في تنظيم الدوله ابو قنيدر الروغاني. اعطيني 42. عاشت الاسامي. لماذا انت خائف؟ انا في تنظيم الدوله ولا اشعر بالخوف. طبعا ما تشعر بالخوف اذا اسمك قنيدره. بين يجيك الخوف من القيطان. لا تخف، الشهاده تقترب. فرحان حسبالك شهاده البكالوريوس ولك هاي شهاده الفطيسيوس. انا راح اصير فطيسه. فطيسه شنو؟ مثل ما تحب تريدها فطيسه بالجبنه بالزعتر بالقشطه. لا تخف، حتى لو اخذوا الجانب الايسر لدينا الجانب الايمن. هو بس الجانب الايسر، خذوا الجانب الايسر قبل كم يوم، واليوم خذوا مطار الموصل. لا حاجه لنا بالمطار والطائرات، فارواحنا ستحلق الى الجنه. ارواحك تحلق للجنه، ستحلق شعرك بالاول. حتى لو اخذوا الجانب الايسر ومطار الموصل فلدينا الجانب الايمن. ابو قنيدر انت يا كان لابسك وطالع بيك، شو القضيه يا جانب ايمن؟ انا بالمتقدم، القوات العراقيه حررت الجهه اليسرى وخذت مطار الموصل وطقوا اليمنى. طقوا اليمنى وانت سويت؟ صحت بات وهذا المحبس غير لابد هنا. كيف تدعهم يقتربون من الجهه اليمنى؟ مو انا يسراوي. كايدا يسراوي عيوني، شو خليتهم ياخذون الجانب الايسر؟ مو صوتي. ابو بكر البغدادي قعدني ونزل دانييلو. ولك يا دانيلو، اخذوا المطار واخذوا الجانب الايسر والجانب الايمن. مبروك صرنا يلك. واين بقيه الاخوه المقاتلين؟ بسوق البنات كلهم على فرد حمره، حمر واقلب، خذ لون شفتاك. ويحك، تبيع رجولتك؟ ويهك ما ينطلع بي يا رجوله. هاي منين اجيب لك رجوله؟ هو انا لحيتي طالب هاك شوف. يلا. وما العمل الان؟ يا اخي عوف الفصيح. شو نسوي هسه؟ لا مو حلو، ارجع لي على الفصيح. ولك جاوبني شو نسوي هسه؟ انا اقول لك شو نسوي. حضر كفن تابوت كفلات كابر، طب الحشد والجيش من 6 محاور، ولا تقول قاعد لا اسوي 7 محاور. ولك باعد، انا فالت. الله وياك. ابو قنيدر خذني معك. ابو قنيدر. ويحك، تبيع رجولتك؟ ويحك. ابقى ثابت. السلام عليكم.
عليكم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الله يساعدك. اهلا وسهلا. شلون هلا أخوي؟ عمي، شلون هلا صحتك؟ بك، حياك الله. الله يسلمك. هلا بك، هلا اخويا ابوي. رايد لي خروف الله يخليك. ايه رايد شنو من خروف رايد؟ والله رايد مدافع تكيسره، ها؟ ادري بعد هو خروف يعني شنو من خروف؟ اقصد يعني الخروف رايد الذبحه لو تربيه. يا اخي انا خلي ربي جهالي بالاول، خلي ربي روحي انه بربي خروف. ها العفو عمي، لا يعني انا اقصد الخروف اللي انت رايده، يعني سمين قصير طويل ضعيف. عندي خوش خرفان. إيه؟ هذا هذا هدي شوفن، عندي خروف مضبوطه، قرونه مضبوطه. اها. واللي مالته يمنى يسرى. هلا والله. ومتروس هيك ومقفول. ايش قد ماشي؟ لا يعني انا شنو اريد لي خروف مو تالي اخذه ويطلع نقل باجي نقل جثه، يعني اريد خروف اعتمد عليه. اي ها تعتمد على شنو راح تفتح له محل؟ لا شفتح له محل يا ها. اخي، انا قصدي يعني ما اريد نايم ومخنشر وتعبان، اريد خروف عدي سبع. عدي وروح ابوك عدي حسين وانت تعال اعطينا هذا. عدي هذا شلون خروف مضبوط. صدق والله. بس شنو شغلته هذا؟ إيه؟ هذا زاحف ويكتب ارقام ويذب للنعجات. لا اخوي حتى الخرفان قامت تزحف، هذا يخسرني، هذا يريد له علف ويريد له رصيد. لا ما يفيد، شوف لي غيره. عوفه حسين والعوفه. شوف لي غيره. عدي وروح إيه؟ ابوك عدي. إيه؟ عدي ذاك اشوفه خوش خروف. اي بس شنو يكون تاخذ النعجه وياه لين علاقه وصاحبته. صاحبتي؟ إيه. حاتي خلينا نشوف لي ختي. ها ما عندها خد. ها؟ ما عندها خد، هي بطرق روحها. بس عندنا ذيك النعجه بعدها. إيه؟ هذيك النعجه هسه اجت من لبنان. لا هاي مبين مسوي عمليات تجميل. ها وانت شو عرفت؟ هاي مبين ناف خليه. اقول لك هسه انت بعد اخوك تو اخذته، انت رايد نعجه لو خروف؟ لا اخوي انا كنغر. ها؟ يعني شنو انا بيبيتي وجدي ماتوا الله يرحمهم. الله يرحمهم. ورد اخذ لهم نعجه وخروف اسوي ثواب بعد عيد واذبح. إي. ليش تحسبين بيش؟ ب 700. 700 هواي. لا مو هواي، مو هسه العيد موسم، عيد ضحيه موسم. عيد ضحيه. إي. خوش لا تخليني يمك وانا اجيك بعيد الطالب بلكي يرخصن. 700. انا اسهل لك وياهن يا ولد. يا ولد تعال. ما اشترى. خالي يما شنو عبالي فقمة عجوز خرعتني، شنو بطانيتك تنطر؟ ليش لابس الكابوس؟ باردة برد. طبعا برد طبعا، اذا انت صاير لي كانك قطان مجمد. المهم خالد اقعد اكو مذيعه تسوي لك لقاء. هلا والله. احتريت هسه احتريت، لا تفشلني. تفضلي ست تفضلي. وين؟ تفضلي يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. لا تفشلني. وعليكم السلام. سلام هلا اخوي، هلا مرحبا. هلا وسهلا. اهلا وسهلا. جاهز عيني؟ جاهز. يلا عين. ها عمو ايش بيك؟ لا تخافي تتذكرين قصة ليلى والذئب؟ تتذكريها؟ أي. هاي ليلى الله يرحمها. هذا صفن وخوش شوي اسلاك شائك بيناتكم. اي والله فشلتني. ها ايش بيك تبكي؟ مو امي الله يرحمها كان عندها نفس هاي القمصلة، يعني اذا ممكن رقم تليفونك على مود اتصل بيك واطمئن على القمصلة بين فترة واخرى. اخي اريد نبدا اللقاء رجاء. ما تستحي تزحف على قمصلة طول عمرها مفشلني. وخر منا، انا اريد احكي ويا الحجي. يلا وخر رجاء. هاي كل مشهد ترزني. شنو باقي اجورك انا شنو؟ بارك. ايه احكي انت. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ اهلا وسهلا بخير الحمد لله. عمو احنا اليوم جايين إيه؟ نريد نستذكر وياك ايام الماضي. أيه. على اعتبار انت عاصرت هواي اجيال. اليوم نريدك تحكي لنا عن ايام السبعينات. اوه ايش تتذكرت بالسبعينات؟ وهذا كان حرامي بالسبعينات، سوى رادي بوق لنادي، جاب درب نفيس اجى فتح الباب صعد بها ما اشتغلت، يسوى الفهيم راح على ابو السياره دق الباب قال اخوي بلكي دفعه بالسجن. تولي السبعينات عمو. هسه اريدك تحكي لنا عن ايام الثمانينات. يا ثمانينات كان عسكري هذا زين، قضى عمره بالحرب 8 سنوات وهو بالجيش، ما نشوفه يجينا بالشهر يوم واحد عبالك راتب مو خالي. نعوف الثمانينات. عمو هسه اريدك تحكي لنا عن ايام التسعينات. بالضبط. بلا لا حصار اقتصادي بالتسعينات، ناس تعبانه، فلوس ماكو، جوع. تتذكرين كانوا يطحنون ويطحين في صب مال تمر؟ تتذكرين؟ اي خالد كان مريض بوقتها. كملت؟ اي هسه ممكن نحكي؟ اي ممكن، لا ما حاكي ساكت انا، ما تحكي فشلتني. خلونا من التسعينات. اي خلونا من عمو التسعينات. هسه اريدك تحكي لنا عن الالفينات. هو مات بالالفينات ما كان مو موجود. هذا قاعد قبالي. اي مو عدل بعد السقوط. عدل بعد اي السقوط. بعد السقوط اجي. هسه ها هي؟ إيه هاي. ممكن هسه نحكي؟ اي اوكي تفضل احكي فشلتنا. اي عمو نعم. اريدك تحكي لنا
عن أيام المواطن وحياته بعد السقوط. يا بعد السقوط نار وشرار بعد السقوط، تفجيرات وإرهاب وطائفية وتهجير، الدنيا اشتعلت بعد السقوط. الدنيا اشتعلت بعد السقوط. إيه. ها هي؟ إيه هاي. هسه ممكن تسكت؟ أنا ساكت ما جاي أحكي في الشيء. عمو نعم. أريدك تحكي لنا عن سنة 2017 وشلون تشوف الحياة ببداية هذه السنة. شلون يشوفها بعد تفجيرات؟ شلون يشوفها؟ الله اكبر، من اول يوم بسنه 2017 والهذا يومك كله تفجيرات، باليوم تفجيرين ثلاثه، ليش هيك؟ مو حرام؟ يمتى نخلص؟ يمتى نخلص؟ بدت هالشكل، شلون راح تخلص؟ الله اعلم. من تخليه يحكي احنا نخلص. وانا احب اضيف شيء. هو انت شو تضيف شيء؟ حكي شيء حتى تضيف، يلا ضيف. تفضل حاج تفضل. المواطن العراقي نعم. من الثمانينات واليومك هذا ما ماخذ راحه، عايش بالضيم والضلايم، من تفجيرات الى ارهاب الى حصار، بس معها يقول باكر عقبه الله ينصرنا على الدواعش وتتحقق امانينا بال 2018 2022 2042. يعني انت تريد تظل عدل 2042. شكو منها؟ اي شكو منها. زين بالنسبه يعني للموت شنو سالفته وياك؟ تسوي له ديليت؟ يمه البرد، يمه لا قمت اشوف من البرد، لا قمت احس من البرد، لا قمت انام من البرد، لا قمت اكل من البرد، لا قمت اشرب من البرد. يمه هذا ياهو محمد خالد شو مخليها يمك؟ هذول ولدي اعرفك عليهم، علاء وخليل وشهاب واحمد، احترقت شمعته هسه يجي. قوموا سلموا على جدكم غير هيترات. خالد هذول ثلاثه، يعني يراد لك صوبه وتصير ابو ذيه. وانت يراد لك طلقه واخلص منك. ليش خالي؟ وانت ايش دعوه مشغلهم كلهم ليش؟ مو اليوم عندنا خطاب بدي اشوي لهم رجلي على الغداء، غير من البرد. برد؟ وين البرد هو؟ ولا يقعد راح ادب القطبي، هسه ودي لك البرد بالواتساب بس شوفه ومسحه زين عيب. خالي اذا عندك حكايه دافيه هلا بيك، ما عندك توكل على الله وتعال اقول لك ليش ضايج؟ هي هاي شعبيه الشتاء اخر وروده، بعدين يجيك الصيف الشلوط بالصيف، من هسه ابرد وضمن الصيف. خالي انا كنت بعمرك اروح عن الشط العرب وعبر سباحه بهالبردات. انا البارحه كنت بشط العرب، ايه لقيت يلطم من كذبك. خالي انا من كنت بعمرك ما البس الا فانيله ام مستعلاقه. خالي شو اسمك بالجنسيه؟ ربع ثلج؟ خالي انا من كنت بعمرك اعرف شلون اقاوم البرد بالتغذيه. اي الله يرحمه كانت تسولف لي تقول لي خالك كله ياكل مطبق نار، وما يعصر نارنج، لا يحط له باترين قلم. خالي انا كنت يوميا اكل لي تنكه تمر. وتنبش سنونك بنخله. خالي انا ما كنت احس بالبرد، انا كنت بعمرك. وين كنت بعمري؟ وين؟ شنو طلعت عينك بفريز، بزغرك مربعينك ازبري وما تحس بالبرد؟ خالي الحمد لله والشكر، احنا عندنا حيطان وعندنا هيترات وعندنا بطاطين، هيابه تدفينا تحمينا من البرد. الله يساعد المقاتلين اللي هناك اللي يقاتلون الارهاب بالبرد والثلج، الله يساعدهم. الله ينصرهم ان شاء الله. والنازحين اللي قاضينها بالخيم، وخاصة ذول اللي بالشمال، شلون بيهم بهالبرد والثلج هذا؟ وعلى قولة الشاعر هذا البرد منشار ويقص بالعظام، اللي بالخيم قل لي شلون يتدفى وينام؟ قاعد برد. هاي المقاتلين مو انت قاعد هنا متلفف بالبطانية. خالي انت ليش محسسني اني سلوى؟ يعني انت معقولة ما بردان؟ الناس كلها جايه تتراجع، طيني يديك. طيني يديك شات هذا. شنو فين؟ شوف. لزمتك، وانا اقول شلون ما بردان؟ قوم خالي قوم. قوم. وين اقوم؟ دب هدومك. هدومي؟ اي يلا دب شلون دب هدومي؟ دب الدجاج يلا. دب الدجاج ايه. هلا والله شوف التراك الثخين، شوف التراك. هلا ذب بعد. ذب. ايش قد لابس؟ ايش دعوه هي؟ يلا ذب بعد. شنو خاف خاف تبرد؟ ايوه خالي انا متشت بعمرك اروح روسيا مشي. عباس حاكيني، ما بك شي عباس، حاكيني بشي. عباس سالم خويه، سالم يا طيب، سالم. محمد اخوك غلطان ودعم اخوي وفلشه، وهذا هو هالقدام عينكم مكسر.
حلو طيب ان شاء الله اخويا، طيب صدق كذب. هو الانسان شله بايدين ورجلين، شو يسوي بيهن؟ المهم ضميره صاحي. نعم. وكم من الناس كم من الناس لديهم يدين ورجلين ولكن ضميرهم متوفي. وعلى قولكم المثل يقول صاحبك اذا كسرت ايده يرحمها المستقبل. شنو هالمثل التعبان هذا؟ وانا اليوم جايكم وجايب وياي خير، احكي يا خير. انا بخدمتك الله يخليك. عمي، انتم بخوش ناس وطيبين والعالم تعرف سمعتكم كلش طيبه. كفو. بس ابنكم اثول. الطمر يا خير، الطمر صدق كذب. كان هيك تحكي صدق. لو قال ابو المثل من جاب معه خير لا خير معه جاب. شنو هالمثل العاوي هذا؟ محمد اخوك يظل نايم بالسجن منا لحد ما اخوي يصير زين. اروح قاعده؟ وين قاعده؟ نايم الظهر هو. يا بني ليش ينام بالسجن؟ يعني بس اخوي غلطان؟ اخوك هم غلطان. حاط دراجته ويفلق بين السيارات، هو غلطان. يا اخي شاب من حقه يفلق، عنده رغبات مكبوته. ورغبات المكبوته ما تطلع عنا من يفلق. شنو هو حصان؟ يا اخي شاب لا شغل لا عمل لا تعيين، وين يروح؟ خليه يفلق. ما عنده تعيين. يفلق باجور يوميه. مو ارتاحيت يا صرت كأنك مو يابس. يابس لا حس ولا نفس. تهدوا شويه تهدوا. اذا ما تخافون على ارواحكم خافوا على الناس لا تتورط بيكم. اخي ارجوك، اخوك كسر عظامه وحضرتك هسه جاي تجرح احاسيسه. وهو منين الاحاسيس هذا؟ لو عنده احاسيس يفلق ويشاوط بين السيارات وما خايف على روحه. يا معود هسه ايش قدك ناس عندها دراجات تروح وتجيب دربها، بس هذول كم واحد اللي يفلقون وهذا اخوك منهم. شوف لا تظل الذبته هايم على اخوي ولا احنا نتهمكم. هذا الرجال شنطور، هذا كان واقف بالشارع هو شاف الحادث بعينه. خويا شنطور احكي بعينك شنو شفت؟ احكي. الله بالخير. الله بالخير. شنو يمكن دقونا. اقول لك لا مو دقونا، هذا جاي يتمضمض قبل لا يحكي. قبل لا يحكي. خويا شنطور احكي حظك وضميرك، اخوي كان يفلق بالشارع؟ انا احكيكم. احكي. ما شاء الله كلش دقيق. بدا من تشغيلة الدراجة. شنو؟ شوف انا شفته بالدراجه عبر من واضح. شنو ايش قال؟ يقول انا سعيد جدا لزياره بلدي الثاني العراق. انا ادري ايش قال. عيال هاي ترى ما مقبوله منك والله. جايب لنا جاك هامر يوصف لنا الحادث. اخوك انت كان راكب بالسياره. اخوي كان راكب بالسياره. من عمر الحمد لله ظهر الحق. ايش قال؟ خويا شنطور احكي ضميرك، شفت اخوي يفلق بالشارع؟ ولك هو انسان احنا ما جاي نفتي بالشاشه. شنو يحكي ضميره؟ انا اقول هاي سالفه ما راح تفوت، اروح اجيب لكم اخامس وتعاركوا بيناتكم. لا اخويا لا استرح يا خير. ماكو اخامس ان شاء الله. خويا يا انتم نريد من عندكم هسه تتنازلون عن اخوي يطلع من السجن واحنا نجيكم للبيت وبخدمتكم. وعلى قولة شنطور من فلق بدراجته. وصدق لو قالوا بالمثل يا خير. ايش قال؟ من تفلق يلا. حسوني بشر شلون البيع؟ والله الحمد لله والشكر. ولا دب عنا اليوم. ولا دب عنا؟ ولا دب. اي عافيه. شنو عيد ميلادك ولا عيد الحب؟ لا شوف شغلك. روح فرحان ولا دب بايع. السلام عليكم حبيبي. سلام هلا وعيني. هلا بيك. العفو رايد فرشين عيد الحب الله يخليك. اي ماشي. عندنا دبوب التمر دبوب الجوز دبوب السمسم دب جو اشوف. يا معود احنا بعيد الحب ايش عندنا غير الدبابه؟ فعلا انا ملاحظ هذا الشيء من زمان. ايش معنى البنات يحبن الدب؟ انا اقول لك السببين. السبب الاول انه الدب شكله حلو وهذا يعوضها عن شكلك طبعا. والسبب الثاني انه اكفت سر بين الفتاه والدب. شنو هذا السر؟ سر ايش مدريني بيه. حبيبي الله يخليك. رايد فرد دب ب2000 الله يخليك. ايوه ب2000؟ اي والله ب2000. شنو اللي تحبها ميته شنو؟ زين ب3000. عندنا هذا ب3000 بس يرضع لازم تاخذ اياه حليب. حبيبي شوف لي فرد شيء مناسب الله يخليك. ماشي. عندي هذا الدب راسه بالعام اعطيني 20 وخذه. لا اريد فرد شيء ب 10000. ب 10000 حسوني. فرس النهر ب 10000. شو القضيه؟ عيد الحب تاخذ هديه ب 10000. شو بصاحبته شرشوبه؟ لا حبيبي الهديه مو صاحبتي. انا اسف يعني زوجتك عندنا خوش وجبه مال تماسيح جوا. لا حبيبي انا لا متزوج ولا مصاحب. كان اقول تاخذ بعيد الحب عطله تنام بيها احسن لك. حسوني مخدل الولد. لا حبيبي لا
انا بصراحه زحفت على بنيه، يعني قصدي تعرفت على بنيه، فقلت استغل مناسبه عيد الحب واعطيها هديه. اي والله. يعني توك تريد الصالحه. اي والله. وب10,000 هديتك. شو مصارها يعني شاحنه موبايلك بابا ما يصير، انت هسه لازم تاخذ لها هديه دب ب150,000. واذا طقت نبوري صار حدب. اريد هديه حمراء كون من اعطيها للبنيه تلزق بي. تلزق بيه؟ اي. جيب له صمغ احمر. شنو صمغ احمر؟ اخر الدراسات والابحاث العلميه اثبتت انه المراه اكو شيء يعني بخيالها يجذب الرجل. شنو هو؟ روح اسالها ايش مدري لي انا. ومن خلال تجاربي وعلاقاتي مع النساء استطعت ان اكتشف انك اذا اردت المراه ان تتعلق بك عليك ان تحل اللغز. شنو هو اللغز؟ والله لو عرفت حليته. افهم من كلامك انه هو انا اللي حكيت ما فهمت من كلامي، انت تفتهم من كلامي؟ اقول لك تعال اقول لك يا ستم والله خبصتونا، عيد الحب كل من اجى خلاله دب وراح ركض على صاحبته، ليش الام مالها هديه بعيد الحب؟ الاخ، الصديق، الاب ما لهم هدايا، زين هسه تعرفك من الاهل والقرايب، السياسيين انتم بيناتكم، السياسيين بيناتكم مكان ما هذا الطعن وواحد عن بالثاني واحد يحكي على الثاني، تبادل الدببه بعيد الحب، والله كان امورنا صارت بخير. العفو، ممكن وردة حمراء؟ اي لازم جنابك حديقة. لا عيني، انا الوردة الحمراء رايدها، يعني رايدها اول شيء رايدها هدية، وثاني شيء اريد اصارح بيها. العفو، ممكن اسال سؤال؟ اي تفضل. ليش اختارت وردة حمراء ما اختارت دب؟ يجوز هو يريد يصارح دب. حبيبي الحب ما ينقاس بالدببة. الله. ممكن كلمة حلوة تساوي 1000 دب. ممكن لمسة ايد تساوي مليون دب. الله. وممكن كل دببة العالم الله تساوي نظرة او همسة. اي العزيز فلوس الوردة همسة ونص. اريد هديه حمراء كون من اعطيها للبنيه تلزق بي. ها تلزق بي؟ اي والله. جيب له صمغ احمر. شنو صمغ احمر؟ شوف اعطينا كيو قوي، اعطينا كيو قوي. ايه اريد هديه حمراء كون من شو الصرف؟ ما ضحكت والله محمد. شو الصرف؟ شو السلام عليكم. ليش؟ شو نسوي بعد غلطة وصارت لي والله. هو شنو هو اللي قلت لك سلام عليكم قل لي وعليكم السلام. ليش ما اخذت سجلات وياكم للتربيه؟ قلت لهن والله ما قبلني صعد انا وياي، شو نسوي؟ يقولون احنا مأجرات سايق هسه يجي علينا. شوف انا مضطر اسوي لك عقوبه الفات نظر. انا البارحه فحصت نظر، انت بس جيب لي المناظر. المهم يلا روح هسه. ايه رايح؟ ممنون. الشاي وين اشربه هناك؟ لا العفو اخي، اسف بس تحكي بالتليفون. ها بالتليفون. اسف اوكي. العفو. تفضل اخي، امر خدمه. الله يخليك. انا حلاق والله عبت المحل هسه وزبون باقي له تحديد، خليت علباته تايهه وجيت، انتم دازين علينا. احنا دازين عليك؟ ليش؟ على مود زين الطلاب بالاصطفاف، غير انتم دازين على ولي امر الطالب يوسف، وهذا يوسف اخوي وابونا الله يرحمه. الله يرحمه. الفاتحه رحم الله والديك. الله يرحمه الله يرحمه. انا اخوي يوسف الكبير، هو اخوي الصغير، بيناتنا ولد 2 و4 اصابع. اعتقد فهمتك. قصيدة اذا فهمتني. احنا عائله تؤمن بالتداول السلمي للسلطه. مع هذا احنا رايدين ابو يوسف. اي عقب باكر الاربعينيه مالته، اذا تحب تجي ويانا احنا حاجزين المنشاه، ممكن احجز لك كوشون او تقعد على الطنبوريه بالسايق اذا حاباك اي اشكال، او ممكن تريد تنتظر بلكي الله ياخذ عمرك وتبعوا هناك تروحون تسولفون سوا، او تريد باكر او عقب باكر من اروح اجيب لك من هناك من قبر المرحوم بخور وما يورد وسولفوا وياهم. اقول لك هو يوسف وين؟ يا يوسف منهم، يوسف اخوي لو اخوي يوسف، غيرنا بالمدرسه يا مدرسه ما نختلف، انت بس شوفها قلبها زين وما نختلف على السعر، غير هاي المدرسه. حبيبي ابنكم يوسف بامتحانات نصف السنه ما حضر، ومن بدا الدوام بالنصف الثاني هم ما جاي يحضر يداوم، ولهذا السبب سوينا لكم اشعار. شنو هاي؟ مو سويت لنا اشعار، سويت لك لايك، بعد شو تريد؟ اخوك متفاعل، بس قل لي هل سوينا يوسف؟ يوسف بالكوفي شوب اللي براس الشارع. لا استاذ لا، ليش نقلته؟ والله المدرسه قريبه على البيت. اسمع، تبلغ يوسف اذا باكر ما يداوم هذا الكتاب مال الفصل مالته محضره واوديه للتربيه. اي خوش، بس اكد على المعتمد مو ينسى مثل السجلات مال السلام عليكم. فحم الوالدك جيب له فحم. اصعد خلينا نطلع مقبطين، اصعد عودك بالطريق حشش علينا. فحمد اخوي. فحمد انه بصرت. ايه جابك هنا؟ جي بي اس جاب جي بي اس، يقول لي يوسف معشعش هنا. ليش وياك ليش استاذ اياد وداني عليه، قال روح شوفهم خاف ما مدارينا بالمعسل. هم اياد هم استاذ اياد يا اخي، وراي هذا هو نقلني
هو نقلني من صفق اللي تروح الشعبة كوفي بار. هو نقلك. إيه؟ ليش يوسف ليش مو طالب اعداديه وما باقي لك كم سنه وتاخذ شهاده؟ ليش هالشكل؟ احنا تعبنا وصرفنا عليك، ايش بيك انت ايش بيك؟ ما تقول لي ليش ما تقبل تاخذ شهاده؟ ويا شهاده يا مستقبل. اجي شو انت تحكي معلق؟ النوم بدخل كبار النوم. يمه حيه. يمه لا تقرصني. لا ما تقرص، هاي دخن. ما ادخن انا ما ادخن، شنو ليش ما تاخذ الشهاده؟ يا شهاده معودته والله بطران، شهاده ما تفيد. ليش ما تفيد؟ ليش ما تفيد؟ هم هسه راح تقول لي والله اكو هواي عندهم شهايد وقاعدين بلا شغل عمل مو، هذا ظرف استثنائي، باكر عقبه يتعدل الوضع وكل ما يتعين بشهادته ويشتغل بشهادته لهم الاولويه لان اصحاب شهايد، فانت اخذ شهاده. انا راح اتفوق عليهم. شلون؟ نيوتن طاحت قدام التفاحه، مو هنا طاحت قدام التفاحه اخترعت جاذبيه الارض، انا جاي ادخن تفاحتين. الله اعلم ايش راح اكتشف. يلا يوسف قلنا مال بيات. اي جاي كملها على ما اجي. بدي ادرس الرياضه. اي مو طيح الثمانيه وتحرق الجيم. عشان شو تسوي هنا قاعد؟ جاي البلد جابوا على الفيلم. يا فيلم يبني يا فيلم. هذا الفيلم هاي البطله خالد تموت وبعدين رجلها هم يموت وضرب ابنهم الصغير وهذا يحترق، اقول لك تاكلها ما تخرج نكملها بالمقبره. استريح يا بالسلام. لا ما اقعد انا ما اقعد. قال لي شو تريد اجيب لك ثلاجه تنام بيها؟ استريح يا بالسلام. ما اقعد انا ما اقعد. يا يابا ما اقعد. انا اقصد وراك مدرسه. يا مش القضيه يا مدرسه وراي الشباك. ما بقصد باكر وراك دوام بالمدرسه. لا يابا لا باكر عوفه هذا عندك انت هذا سرور بالدم ما كوليسترول. اي عوفه ما يفيدك هذا. اي باكر عطله. شنو عطله؟ منو قال لك يابا مناسبة ايش؟ الفالنتاين. اقول لك خو ما يعطيك يابا الفالنتاين عيد الزحف. عيد الحب. عيد الحب. يابا شنو هذا عيد الحب يعطونا عطله؟ منين سمعت انت؟ منين؟ بابا عيد الضحيه وعيد الفطر وعيد الجيش وعيد نوروز كلها عطل. ظلت على عيد الحب وقبل لا انسى ورق لي 25 ابدا اجيب دب احمر. دب احمر شو تسوي بيه يابا؟ نسوي مرقه الباكر. غير هديه صاحبتي. صاحبتك؟ دعنا من صاحبتك. بس قل لي انت منين سمعت ومنو قال عيد الحب هذا عطله بعد؟ يابا شنو السالفه؟ هي من تبطل يعطوها عطله، وثالثا ما سامع كاظم السالفه يقول عيد حب هاي الليل الناس معيدين قاعده من الصبح ماكو النوم زين عيد حب هاي الليل. ابني اثبت ايش بيك؟ دعنا من كاظم السالفه وعوفنا من عنده. انت قل لي هاي ذاعوها بالتلفزيون يعطوه خبر بالتلفزيون عنده. يعطوها بمكان الشكر بالكميه. صدق كذب يابا وجاي اقول لك الفيسبوك انطاها، الواتساب انطاها، الفايبر انطاها، الانستغرام انطاها، رونالدو انطاها، يعني كل اعضاء مجلس التواصل الاجتماعي انطوها باكر عطله. منشوره بالقلوب. بالقبور؟ يا قبور هو عيد الدفن العالمي، عيد الحب، عيد الحب. يابا والقلوب هذا مالك اللي يسميه، من يقول حكيهم صدق؟ ما دام بيها عطله من الظهر وماكو دواء نصدقهم. ابني هيك مسائل لازم ناخذها من مصدر موثوق. يابا ولا ثقه بابا ولا ثقه بهالوقت هذا. هاي الكرزات قدامك شوفها، البارحه قلت له حط لي فستق، حاط ايدك مو عندك كسر بدك. كرسور. اي قلت له حط لي فستق، حاط لي كشمش. ابني احنا مو كل حكي نكبه ونطشه. شايف لا بيني وبينك وبين صديقك وبين جيران وبين هاي لا، المفروض نتاكد من الخبر من مصدره، بالاذاعه ذاعه، بالتلفزيون، من مسؤول صرح به، بخبر عاجل طلع، ما يصير احنا نجيب رأسة ونطشها وكانما اشاعه طويله عريضه على شيء احنا ما متاكدين من عنده. مو انه التواصل الاجتماعي وما اعرف ايش وجروب مثل ما تسميه انت وتشذبون بيها وهاي، لا ابني لا تهمتني والا هذا حكيك معناته كل العالم تقعد ببيوتها وتبطل من عملها وشغلها. والله شنو الجروب الفلاني قال والمصدر الفلاني قال اللي هو تواصل اجتماعي وما اعرف ايش وهاي بالفيسبوك وغيره. يا ابني تفضل حبيبي امرني. نص الكتب بفلوس وتبهدل الحال. وين الوجه ننطيه يا محمد اقبال؟ ابني اجى عندكم انطيتوه نص الكتب ونص الباقي قلتوا له اشتري من السوق. ليش؟ ابنك طالب عندنا؟ لا معلقينه هيتر بغرفة مدرسين، اصيح لك مو هذا قبالك؟ هذا طالب عندنا. شو اسمك انت؟ انا ما مسوي شيء. لا تخبلوني.
هذا المشارب طالب عندنا. لا هذا الشريحة من المجتمع، وجهه مال حرامي، كرشه مال عظام، طوله مال براد، عقله بياض، وعمره ابتدائية. هو بيصف. هو بكل الصفوف تلقاه بالاول بالثالث بالخامس، حتى خط معلومات عنده. لا بابا لا استاذ انا نجحت من الخامس بس ما اقدر اروح للسادس، يصير اروح دبي. هسه هو بكالوريا، شلون راح ينجح وانتم منطينا بس نص الكتب؟ شلون؟ لا نوبه جديده شنو؟ تعطونا مناهج قديمه وتمتحنوا بالجديد، دراسه لو كاميرا خفيه هاي. خوي لو تشتريهن من السوق، لو تسحبهن من النت وتطبعهن. عجيب، يعني مدارس فارغه ما بها كتب والكتب موجوده كلها بالسوق. والله بدي اسالك سؤال، ياهو الارخص القراءه لو الفلفل؟ السمبوسه. خب نروح نسجلهم بالمحلات، علي من جايبيهم مدارس. صدق كذب الوزاره مو عندها عقود ويا مطابع؟ وين المناهج؟ وين الكتب؟ خوي لا تنفعل، هذا ابنك بريء، لا تنفعل قدامي، الكتب موجودات بالسوق الله يخليك. من كل طفل والله بقتل براءه، اشتغل للمسواق لو للقراءه. قعد شيب حبيبي ازمه عدي، ومبين ابنك شاطر وراح ينجح بدون كتب. انجح بدون كتاب بالغلط رايح، انا بكتب وجلاد وبسته طايح. عاد هات القلب كل شيء. انت خالي حجي شي باباتي شو اصيح لك؟ المهم انت شنو عندك نقص كتب؟ التمن والزين. لا شنو مو بالحصه، هذا مدير مدرستك اعذرنا استاذ، مو هو متعود يجيب الحصه وياكل نصها. عادي ماكو مشكله. المهم انت شنو عندك نقص كتب؟ استاذ الرياضيات والانجليزي والقراءه والجغرافيا ورقم 6 هيفاء. اسمع هذا عندي كتاب انجليزي بس الجلاد تقدر بس الجلاد خو ما مصبوط بيه ضربه شيء، ما بيشي مقفول. عافيه. وهذا عندك رياضيات. شنو هذا مفجرين بيه جدول الضرب هذا شنو؟ زين وهذا علوم بس الطبعه القديمه. هذا راح اسقطه واجيب لك كيمياء جديده. ماكو مشكله. وهذا عندك هذا كتاب جديد نص تاريخ ونص جغرافيا. لا لو نص تاريخ ونص قطعه نبدي له مشتمل. هي الكتب الخابصنا فيها وحاسب حالنا كتب. كويس القضيه، انا هم مثلك عندي جال وجاي اشتري لهم كتب ب 5000 وب 6000، اشتري لهم لازم. بابا ما لازم ندرس هاي السنه. تعال طيب احنا عندنا اختراعات بعد ما نحتاج كتبكم. انا شو راح ادرس ابني بطريقه مبتكره وجديده. هاك شوف مكان الرياضيات ايش راح ادرسه؟ جبت له حاسبه وفيته، راح ادرس رياضيات هاي وحده. شوف العلوم جبت له جمجمه مال بيبيته بيبي عضتني بيبي. زين هاي الجمجمه راح ادرسه عليها علوم. الانجليزي جبت لك كتالوج مال سبت راح ادرسه عليه. زين سلمنا على وزارتكم وقلها مشكوره وما قصرت. عمك ابو داسم هسه نوصي على السياره. ابو داسم الله يساعدك اخوي. حياك الله. هلا شلون صحتك؟ هلا اخوي ابو يعقوب. هذا يمكن فجار قريب. لا مو فجار. هاي كية طبقت وراي صح؟ لا مو كي حبيبي. هذا فريق شعبي شنو؟ لا هذا خالد ابني. على الخير بالسايبه الجديده. هذا مو سايبه ابو جاسم، هذا خالد ابني. هذا خالد ابنك؟ اي خالد. يا معود خاف المدرسه اللي يداوم بها خالد. هذا ابني الصغير اخر العنقود الصغير. هذا الصغير تشاتشي شنو قطعه ارض. الله ابو جاسم رحم الوالدك ما اظن انت تعرف بالسياره، اريد اشتري سياره لخالد ابني. تريد سياره؟ اي والله. انا اشوف تاكل لي ذبيحه كباب، شنو يريد من سياره؟ يعني على عفك فد تريلر اقصد شارجر. هم يلا شارجر. اي زين هو يعرف يسوق؟ شو راد يحط يدي وهي تمشي؟ شنو حط يدي وهي تمشي؟ شو راح تاخذ دحمارجر لو شارجر؟ اهم شيء لازم تطلع له اجازه سوق. يا اجازه سوق قل لي اطلع له اجازه مال مطعم ترى هذا. لا شوف الكفر مالته عمره صغير. ايش قد عمره هذا؟ 16 سنه. ها 16؟ اي 16. يا معود خاف لاعبين باعدادات الزمن. لا 16. 16؟ اي 16. زين هاي 6 وهاي 12 مو؟ يعني 16 سنه وتريد تسلمه سياره شلون يصير؟ هو حتى بعد ما بالغ كثر بالرشد. سن الرشد هذا المفروض من زمان عنده سياره والله، بس دير بالكم سوي له فحص خاف عنده حساسيه من الهورن. يا اخي هي بقت على ابني، شو هم كلهم صغار واقل من 16 وجاي يشترون سيارات ويفترون بها. خويا غلط ما يصير يعني هسه واحد طفل تسلمه سياره، هسه افرض لا سامح الله دعم لواحد او لا سامح الله هو اندعم، شو تقول لروحك؟ يا اخي لا تخاف عليه، خالد الايرباكات مالته منه وبي. انا ما خايف على خالد، بعض الناس شنو يشترون سيارات الجهال هم صغار بشدتين وبثلاثه، وهذا طفل بلا يوجع قلبه يظل يشاوط بين السيارات ولا كنه، ما يعرف اصول السياقه زين لو لا، وتالي من يلعب سيارته يظل يصرخ سيارتي وسيارتي زين لو لا، بس لو عنده اجازه السوق
ها هم مأمن نفسه وهم مأمن على الناس. حكي عمك ابو جاسم كله مضبوط، بعدين من تكبر نطلع لك اجازه سوق ونشتري لك سياره. وجا المرور جا المرور. هاك جا المرور. وين؟ ادري وانت شو لك علاقه بالمرور؟ يا معود وانا ما عندي اجازه. توخر. شلون؟ ما عندي اجازه. ما عندك اجازه؟ ابو جاسم يحط دي وهي تمشي. شنو يحط دي وهي تمشي؟ ايش راح ايش فيك عمي؟ يا امك عمي مني بسوي له حساسيه خاف يطلع عنده يلا ارجع يلا ارجع. شو ذاك شو ذاك؟ اقعد اقعد ولا تحكي. رجعني ليلي. شنو؟ رجعني ليلي. رجعك اهلك؟ ليش يابا احنا ماخذينك كتراي؟ شنو رجعك اهلك؟ غير خاطفينك؟ يمه اسكت جبان اسكت. ها عمي شلون هالحماوه؟ ولك عبالي انتلت. زين الحماوه زينه بس انت بعدك غبي. هذا اتجه هسه الدجل. شوف حظي كانت تريد تموته شنو استفاد؟ شو عمي غير من اللحم والجلد مالته. شهوة خروف شهوة خروف. ولك احنا غير نريد ناكل فلوس من اهله وبعدين نكتله. الله يخليكم عمو والله بس انا عدالي. بس انت عند اهلك. ها والله وصفه. شوف شعره وانا اصلع. شوف شعره وانا اصلع. خاف احكي. ابوك شنو يشتغل؟ ابوي تاجر. امك ايش تشتغل؟ من ست البيت. شحن له كهرباء. ضح هذا شو رئيس عصابك شي ما يفتهم. ست البيت يعني ربة بيت. عندك رقمها؟ شو تسوي برقمها انت؟ شو تسوي برقمها ولك؟ لا اله الا الله. لا مو شنو؟ اريد اصور ابنها وادزها بالواتساب. واتساب؟ اسبك اسوي لك اسبك. اسكت ما اريد اسمع صوتك. انت هي زعطوط احكي. ايش قد عندكم فلوس بالبنك؟ ما ادري. عمي خلي خابر امه بلكي تحكي لنا الصدق. ولك انت شو عليكم امه؟ شو عليكم امه؟ احنا ما لنا غرب امه، ابوه التاجر، ابوه ابو الفلوس. اسمع انا راح اتفق لك وانت خابر ابوه وشنو اقول لك تقول له. افتهمت ولا لا؟ يلا انت هي طلع تليفونك وطي لك خابر ابوك. يلا. مين خالف هذا مسجل ابتا. شنو لك جنسيته وين من يثرب؟ زين عمي خاف ابوه مشغول. خلنا خابر على الله. اقول لك راح ارفسك واقطع قلبك. اقول لك عوف امه عوف امه. ها اي خوش جاي يدق بلكي ترد له ماي. الو السلام عليكم. انت ابو هذا الزمان؟ ها امه وين؟ اسمع ابنك عندنا. شو يسوي؟ راح نزينه لك والرجعه. ابنك خاطفينه عندنا. احنا منو؟ احنا العصابه. انا اعرفك بنفسي. انا جاسم عمري 35 سنه والباشا اسمه ولك اسكت لا تفضحنا. اسكت. يلا قل له ابنك ماخذينه رهينه. ابنك خذيناه دهينه. رهينه شنو؟ رهينه. ابنك خذيناه رهينه خلال منتصف ساعه. اذا ما تدزي رقم امه ابو اصمته. ولطش على رقم امه يا بعوف امه. قل له اذا تريد ابنك يرجع لك ادفع الفديه. لازم تدفع الفتيله الا نرجع لك اياه. يا فتيله الفديه لازم تدفع الفديه. عمي يقول ايش قد الفديه؟ الفديه والله بخوش علبات يعني خش جيب سعر. اي قل له 4 شدات. 4 شدات شنو؟ ايش دعوه عمي خاطفين تامر حسني؟ ها؟ جيب 4 شدات تاخذ ابنك. عمي خطيه يقول ما عندي بس 3 شدات. قل له لو 4 شدات لو اموت الولد. يقول اذا تريد ابنك لو تعطينا 4 شدات لو رقم ام الولد. ولك شنو زقت بام الولد؟ شنو زقت؟ اسمعوا لك حضر 4 شدات وانتظر من عندنا اتصال. يمكن ماكو رصيد نرمش لك عادي. عمي هذا يقول اريد اسمع ابني يجوز كافيني عادي الميت. مو هذا خاف يفضحنا. زين اقول لك انت سوي روحك ابنك شويه هيك صير مثل هذا كيكي واحكي وياه. زين يلا الو بابا هاي شلون ورطه الحقني بابا. هاي العصابه راح تقتلني. فدوى انطيهم رقم ماما. يا ماما زقت شو طي
اخ منك اخي جد غبي. الو اسمع ولك، اسمع، ابنك مقابل 4 شدات، تجيب الفلوس تاخذه، ما تجيب الفلوس ينذب باقرب زباله، فهمت لو لا؟ زين؟ يلا احنا نخبرك بعدين. كسح. من هذا مين ينسف هذا؟ تليفون كاشيه. ها شنو؟ شنو؟ الولد وين؟ شلون على هنا؟ شلون خليتين روح واحنا ما قابل ولا فلس؟ شنو بالفلس عمي؟ ما زال رقم امك خذيتي. اقول لك عمي شو جاي يدق عليه؟ مغلق، يمكن نايمه وغالقته. طبوا علينا الجنودي سحلونا سحل البشوشي، قل لي يا البغدادي وينك؟ وقل لي يا البغدادي وينك؟ الموصل كرهها خذوها ولا حيانا نتفوها، قل لي يا البغدادي وينك؟ قل لي يا البغدادي وينك؟ قل لي يا البغدادي وينك؟ ويلي ولك؟ هي لا هاي مالتهم الاغنيه مو اني. اقول لك صار لنا ساعه نغني، شو ما حد كيت علينا. لا تستعجل يا ابو قنيدره، سوف يكيتون علينا بالبيكيسي. يمه مولاي ابا قنيدره، انهجم بيتكم بعدكم عدلين. ابشر يا مولاي، ايش قد بقى وطيح حظنا؟ ولك احنا طايح حظنا من البلاد، ولك بعد ماكو دولة خلافة، صرنا دولة خرافة، وبعد ماكو مجاهدين، صرنا خرفان. كليب ما بيها عينك؟ طيرها الجيش. لا تخف فلديك عين أخرى. قرت عليها الفقر راح يطيرها الحشد. لا تخف عينك قد سبقتك إلى الجنة. كنتم ما قلتوا لنا راح نصعد للجنة تفصيخ، أدري احنا مجاهدين لو قطع غيار. أقول لك خاف هناك حور العين ما تقبل بواحد تك عين. على أساس شلونك هسه أنت من كنت والك فوري قبل لا تروح عينك؟ هذا ليس وقت الأسئلة، القوات العراقية براس الشارع، لنبحث عن خطة لردهم. يا خطة أبو قنيدرة، لو يجينا زيدان ما يلقى لنا خطة بعد. يبدو أننا سنخرج من الموصل مثل خروج بوفون من دوري الأبطال. لا اسكت يوسف سيف، دعنا في مصيبتنا. إنها مصيبة كبرى، لقد أخذوا جامع النوري. خذوا جامع النوري؟ شاقون مطقين بوري. أعد أنا لا أعد، إذا أنت بخير أعد الموصل اللي راحت من يدينا. قلت لكم قبل شهور، قلت لكم لا شفنا حور العين لا شفنا جنة، طب الحشد والجيش تلاحق لنا، بس ما حد سمعني. هم كتبوها على سواترهم وإحنا راح نكتبها على قبورنا. ماذا؟ لقد دخلوا إلى البيت. أبدا مو وقت جاي. ليش؟ ما عندنا كاش نعطيهم. جاي لك خطار هسه هم. كليب أبا قنيدرة، يمكن وصلنا الحلقة الأخيرة. لا تحكيها، خلي أشوفها على MBC. لا يعني أفهم من كلامك يبدو أننا خسرنا المعركة. حتى لو خسرنا هذه المعركة أهم شيء الفكرة. شلون راح أشيل القيطان من عقله وتيها من الفكرة؟ منين جبت لنا هذا أبو قنيدرة؟ عجبت ألبسه قلت خفيف بالركض، تالي صار مجاهد براسه. هي كلها صارت مجاهدين براسنا، وبس احنا بقينا ثلاثتنا بهاي الخرابة. هو ماذا نفعل الآن؟ رددوا وراي. طبوا علينا جنودي سحلونا سحل البشوشي، قال لي يا البغدادي وينك؟ قال لي يا البغدادي وينك؟ الموصل كلها خذوها لا حيانا نتفوها، قال لي يا البغدادي وينك؟ قال لي يا البغدادي وينك؟ أنا والكم أقول لك والنعم منك. إيه؟ رئاسة وبيتي الأبيض هن يردنك. إيه؟ بقد أمي وأبويا أنا أحبنك. إيه؟ وأوباما راح عليك بنوى، أوباما راح عليك بنوى، أوباما راح عليك بنوى، أوباما راح عليك بنوى، أوباما راح عليك. ستوب. اليوم نتوج ترامب. لا هذا كان وين التاج؟ يوعان صب له غدا يوعان. كنا يواعة. إيه أنا أوف USA أمريكا. الله هو هذا الحكي اللي نريد نسمعه. اي يا معود هو شنو جاي يقول؟ ايش مدريني؟ الله مكتوبه هنا على البطن الترجمه راح تطلع. انت مو مترجم؟ ما تترجم الحكي الامريكي؟ لا الامريكي ماجني غاليه غراضه. انت يا غراض يا معود، هذه يقولون حالف على كل مسلم راح يرجع البلد. احكوا يا قناعه. لا اطمئنوا هاي الامر محسوم، انا مترجم. وير از زكي؟ زكي؟ ايش مدري هي اخذ انا بالانجليزي. لا انا اترجم. This is new. يا شي جاي تحكي ويا عطفي نياو شو بيك؟ يمي مستر تايم this is انيا. لا هاي مالتك اوقف. the هاور باور جمعيشن and the man احنا الثلاثه جفتيشن. تريد ترجعنا ننطي الوجه وجهيشن of the shooter. I am of hating UNA new.
يابا بس شو القضيه؟ عتاوي تعاركنا على سمكه بس هو الرجال شو يقول لقد اخذناها باكتساح وهاي هيلاري ليبتون كسرنا خشمها. حلو. بيبل اوف ماي نو. شوف شو يقول انا منفزد لازم هسه الشعب الامريكي يعوف هيلاري ليبتون ويستخدم شاي احمد. هيجينج اقول شنو جاي؟ هاي ما فهمتها بس يمكن جاي تريع. كنج شوف يقول ما نطيها شنو هي ما ينطيها؟ هاي الربطه الحمراء نشتريها بلف ما ينطيها. هاي شوف شو الربطه. انت جاي تسوي؟ بلكي رصيد شيء يا رصيد محمد حاكي على قضيتنا. اوقف اوكي منك. زحتيشن ذا سفريشن ولا فلسيشن. احنا ثلاثه ولا فلسيشن. هاي توشيليشن ماكو شيء. ذا بطانيه شيشن. اشني قلت له انت؟ قلت له انت شلون فزت بالانتخابات وانت لا وزعت بطانيات لا حلفت بروح امك راح ابني وراح اعمر وراح ابلط شلون فزت؟ محمد يا بطانيات. هيلاري كلينتون هلاو شلونك حبيبي؟ ان شاء الله ما زعلانه. هذا ابو الشريحتين الرئيس. الله يا معوده احنا ايد وحده احنا واحد احنا ما بيناتنا فرق يا معوده. الله وكيلك البيت بيت الابيض بيتكم ايش وقت مضوجين جيب الجهال وتعاي وهاي ترامبا تسلم عليك زوجتي ترامبا سد ترامبا وياك. اقول لك شو خابرته وسلم عليها وجاي تتبارك لك. اقول لك شنو انت مو استوك ترجمت منه قلت هو يحكي عليها وهي تحكي عليه ويقول انا بالانتخابات كسرت خشمها. شنو الفيلم؟ انا فهمك انا صح ترجمت حكي بس على طريقتنا احنا مو على طريقتهم. يمه جابوا التلقيح افلت. لا افلت شنو؟ انا صرت كبير بعد. هلا بالتلقيح. هلا بك لا تخاف ماكو. الله يساعدك اخويا جايب لك تلقيح مال ضد الصلع. اريد احافظ على بواكي شعري. ولك يا صلع احنا تلقيح مال جهال. وثاني شيء انت مو مال صلع. انت مو رادك لقاح انت رادك سقف سندويش بناضي رادك سندويش اسبس يعني مو هالتلقيح. عندكم جهال؟ عندنا جهال. تريدهم سفر الى صاله. ولك يا سفري انا قابل راي تلفه. ولك انا اريد القحهم هذا لقاح. احنا طالعين اليوم جوله حتى نلقح المتسربين اللي ما ملقحين. يعني طالعين على الفراريه. ولك يمتى اخر مره لقحتهم؟ اخر مره لقحتهم يوم الاثنين يا اثنين اللي تجي ورا الاحد. الله والاحد يا احد اللي يجي قبل الاثنين. استغفر الله. ولك انت جهالك لو بدره الى لقحهم هم ما يفيدين. انت شل اكبر واحد. انا شل اكبر واحد. انت لو لقاحكم هذا الفاسد المنتهي سكسس باير ما تخلص وجايبينه تدوس تلقحون بجهالنا. هاي البارحه كلها راحت شيء قرأت مواقع التشاور الاجتماعي. تنفضها عدل اول مره. ولك هاي اشاعات هاي الاشاعات اللي بالفيسبوك وبالواتساب وبالتويتر كلها اشاعات. ولك هذا التلقيح خاضع الى سيطره نوعيه مضبوطه. ليش؟ اطفالنا فلذات اكبادنا مو حاجه بربع. ولك انت عقلك اللي حاجه بربع. هسه خبلتني انا حتى ما اعرف انت انا شنو. ولك خبلتني انت عقلك اللي حاجه بربع. روح جيب لي الجهاله لقحهم. انا كم مره قلت لكم انتم لا تصدقون بهاي مال الفيسبوك والتويتر والهذا ترى كلها اشاعات صدقني. وهذا التلقيح مضبوط 100%. خرعتني يا اخوي خرعتني. هاشك بعدها شوي منها. ولك دمرتني. دقعتني. صدق؟ اسمعني. انا مو قصدي دقعتني. يلا اخوي روح صيح للجهات. انا اليوم ما اتحرك منه لان هذا اللقاح مضبوط من فرنسا. جايبينه من فرنسا؟ ايه. زين جبتوا بس لقاح ما جبتوا تيشيرتات؟ انت عطست له لا اخوي تيشيرتات. ولك يا تيشيرتات. هذا لقاح مضبوط 100%. انا ما اقول لك احنا ما بينا غلط، لا بينا غلط، بس وزارة الصحة نفت هاي الامور مال الاشاعات ونفت ما شنو هذا التلقيح قالوا مضبوط 100%. واحنا من وزارة الصحة هاك هاويتي حتى تصدق وارجع واقول لك هذا. قاعد عدل ايش بيك ما شايف كرسي؟ حلو المكان حلو. المهم باوعلي هسه مثل ما فهمتك راح يوصل المقاول. يمه ايش بيه خفت
اقعد عدل وخليك طبيعي وخذ راحتك بالقعده. ها خوش براحتي. وين انزل. كان مو تقولي براحتك؟ اسمعني، شوف لازم نطلع منه بكوميشن زين. انا راح اسوي نفسي مقاول مثله حتى ننافس على المشروع، واريدك تقطع عدل. لا ايات لا، انا رجال شريف، انا مثل النوكيا طابوك تتذكره، عاش شريف ومات شريف، لا يوم محمد مقطع مو زين او صوره مو زينه. وتاليته النوكيا وين؟ انقرضوا كلها نسته. افهم من كلامك، يعني انا اذا اصير شريف ما حد يريدني؟ ولك احنا عايشين بزمن الذئاب وانا الطلي الوحيد بيناتهم. وهاي شنو هاي؟ هاي ضحكة المنصب، لازم كل شيء يتغير بالمنصب. ضحكتي، عطستي، قحتي، ضميري. بابا تصدقت انا شريف، انا اذا ماكو واحد اقطع روحي. وهاي شلون؟ انا اقول لك ذاك يوم زيك لحيتي زاد معجون حلاقه كليتي. انت شنو فصيله دمك؟ او زاد. انا او فاسد. اقول لك يمكن وصل مقاول. يمه ما تقول لي ايش بيه خايف؟ ايش بيه خايف؟ اقول لك هو نفس المقاول ذيك المره خذينا من عنده نسبه مع المشروع اللي ما قدرنا نسويه. لا حبيبي لا، هذاك قديم ونعلس، هذا واحد جديد. واحد جديد. سبحتي بس سبحتي. يلا بسرعه يلا. صدق كذب شنو هالسبحه هاي؟ يلا يا معود. تفضل. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله، النور والتقوى مبين بوجهك. هاي يعودك على المولد، لو جاي على الوطنية بعد أقوى. تفضل. استاذ جيت على مود مشروع شبكات المجاري والتبليط. طبعا نفس المشروع الجاي عليه هذا الرجل الطيب، أنا ما عندي فرق. بصراحة أنا ما عندي فرق، الله شاهد ما عندي فرق اللي خذيت المشروع أنت أو هو، بس أنا شنو اللي أريد؟ أهم شيء الصدق والأمانة والكنامش. يا كنامش اسمها الكوميشن. إي يعني أهم شيء النسبة. نسبة شنو؟ يعني نسبة الإنجاز إنه وللمواطن. إلى كل المواطن؟ شوفوا يا إخواني، يعني خدمة المواطن هذا واجبنا. زين احنا لازم نخدم الشعب، نخدم الناس، وخدمة الشعب هذه رقبة في أعناقنا. زين لو لا، يعني احنا نخدم الشعب، نخدمه يوما ونقطه أيامه، وكما قال الشاعر إذا أردت أن تعمل فاعمل ياهو كاظك. استاذ هسه عفنا من سبحتك وخلينا نحكي بالمفيد. انا والاستاذ جايين على نفس المشروع، فشنو رايك اعطيك 10% وتعطيني المشروع؟ سامحك الله يا أخي، مو أنا الرجل اللي تشترونه ب10%. اعطوني 15 توكل بالله. يا ب20% وشوفني خير. يا اخوان انا ما تهمني النسبة، انا يهمني المواطن. انا هنا بهذا المكان مؤتمن على مصالح المواطن، وكما قال الشاعر من اراد ان يعمل فاخمط ياهو كاظك. يا ب25% وشوفنا خير. يا اخي انا ذمتي غالية وعزيزة، بس ما تنعز عليك. خلص انا موافق، بس ما اوصيك بالمواطن. بعيني في امان الله. حبيبي العفو. الله على التقوى. الله تسمح لي اخذ الله. شلون ايدك؟ اذا نشتغل يوميا هيك شغل راح نعلق. شوف الى 5% من ال25 تستاهل. شنو؟ ايش بيك؟ شنو تفاجأت؟ اقول لك نسيت روحك، ترى احنا جايبيك هنا حتى تمشي امورنا. اقول انت خاف صدقت انت ابو المنصب. ادري، بس انتم قلتوا لي نعطيك نص النسبه، مو تردون تعطوني 5% وتاخذون 20%. ادري كانتم شنو تضحكون علي؟ اذا بيناتنا كان اتفاقات ونسب، هسه راح اصير فضايح ومحاكم. انتم شنو تبون تقفصوني؟ نقفصك؟ لا يا بلال ليش نقفصك؟ احنا جاي نمشي على مقولة الشاعر اللي يقول اذا اردت ان تعمل قفص ياهو كاظك. يوسف ايش بيك مقابل حائط وتبكي؟ شنو ما يدلك مسمار؟ لا محمد، نفس اليوم ذكرى زواجنا. انت متزوج لبخ؟ شنو علاقه ذكرى زواجك بالحائط؟ محمد هذا الحائط هو الشاهد الوحيد على حبنا وزواجنا. اي صحيح اتذكر، حتى كان الحاضر كرك والغايب مالك. محمد المرحومه زوجتي كانت تحب هذا الحائط، كنا يوميا نجي انا وياها نكتب ذكرياتنا وحبنا على هذا الحائط. اي كنتوا عتويه التقيتوا على هذا الحائط. ايش معنى زين هذا الحائط من دون بقيه الحطاطين؟ محمد زين هذا الحائط بيننا انا وياها، انا كنت الخلفي وهي كانت العامل، وكنت اصيح لها جص طابوق جص. كافي راح تبني عماره. ومن ماتت اليوم كل ما استذكر زواجنا اجي هنا انا واصيح جص طابوق.
طابوق شلون بهذا الخلفه شلون بهذا الخلفه السوداني يابه هسه هي راحت الله يرحمها كانت عايشه في ثنايا طابوق هذا قلبها ومر من وراك ايش كبره بس تهم لازم تشوف روحك لازم تشوف روحك بعدك شاب صغير خويا شوف لك سياج شوف لك بيت شوف لك بيت حلال لا محمد لا انا عاهد نفسي امام هذه الحائط مستحيل اخون المرحومه واتزوج عليها متزوج بريعصي دور ترجع على الحائط يا اخي فكر بروحك لا محمد مستحيل انا عاهد نفسي هاك شوف من جاي يتصل علي انا عيوني مغرورقه من الدموع مغرورقه من الدموع اقول لك هذا اتصال بالواتساب هاي حبي حياتي خبر عليك الطياره فوق الطياره فوق اوقف هاي رساله بالماسنجر هاي تقول اين انت يا اسو نعل على والدي قلها وانا 12 مليون نتراسل عشان انا قاعد اوقف هذا اتصال بالفايبر من همس الحياه الطياره فوق اقول لك انت هذول ليش ما تجمع كل المصحين جاس طابق وتسوي طابق ثاني لا محمد مستحيل انا عاهدت المرحومه مستحيل ايش عاهدت هذا شنو خوات المرحومه ايش عاهدت حاط لك 4 بنات مدري 5 بمواقع التواصل الاجتماعي مو عيب ادري اذا انت كبير هيك تسوي لو مراهق شو سويت بالواتساب خلي لك بنيه بالفايبر بنيه بالماسنجر بنيه بابا عيب بنات الناس مو لعبه بيديكم ادري محمد اشتراك النت ب50,000 طب ما اقضيها منور وروعه خلينا نطلع فلوسنا نجيب توك تمشي على الحائط وحب حياتي واموت عليك وراسب لك قلب كان بيكر الله يلا عادي فاتها على روح اقول لك شو اسم المرحومه جوز طابوق